السلام عليكم ورحمة الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. في الفيديو ده هنبدأ نكمل في الكنترول ستيتمنت. احنا خدنا الاف والإلس والإلس اف، بقى لنا السويتش والنستد اف. النستد اف هقولها لك بطريقة مختلفة شوية، ان انا هوريك مثال ونبدأ نشرحه مع بعض، ومنه هتفهم ايه هي النستد اف وايه هي فايدتها. بص يا سيدي، اول حاجة عملنا فاريبل اسمه ايج، بعد كده طلبنا من اليوزر يدخل العمر بتاعه، ايج يعني عمر، واستقبلناه بالسي ان وحطيناه جوه الفاريبل اللي اسمه ايج. حلو الكلام ده لحد دلوقتي مفيهوش مشكلة. بعد كده رُحنا نزلنا تحت، عملنا if statement، قُلنا له لو الage أكبر من 18 ادخل اعمل اللي جوّه الbody ده. لو خدت بالك هتلاقي إن كل ده جوّه الbody. بُص لو أنت مش واخد بالك، بُص لمّا وقفنا هنا راح عامل لك دي فتحة البراكت أهو، ودي القفلة بتاعته. يعني كل ده جوّه الif. لو الكلام ده تمام نفّذ ده، لو مش تمام else اعمل كذا، اطبع السطر ده. حلو. لو أنت ركزت في الlogic اللي جوّه اللي هنا ده، اللي أنا معلم لك عليه، هتلاقي في حاجة مختلفة شوية. تعالَ نكبّر. هتلاقي في حاجة مختلفة، والّا خلّيني أصغر سِنّة عشان تبقى الكلام كلّه واضح قدّامك. لو جيت بصّيت هتلاقي حاجة مختلفة، إيه هي؟ إن أنت جوّه الIF في If تانية، if else تانية جوّاها، صح؟ هي دي الnested if. هنا هتفيدنا في إيه؟ أو إيه هي فايدة الnested if في العموم؟ بُص يا سيدي، لو هو العمر بتاعه أكبر من 18 اسأله، قُل له أنت الsalary بتاعك بكام؟ يعني بتقبض كام؟ هيقول لك تاخد وتشيل الsalary بتاعه جوّه المرتب اللي هيقوله لك جوّه الsalary ده، وتشوف بناءً على السعر اللي هو دخله لك ده هتشوف هل الsalary أو المرتب بتاعه أكبر من 6000. لو هو أكبر من 6000 فعلًا هتطبع له إيه good salary، المرتب بتاعك كويس. else هتقول له not good، تقول له المرتب بتاعك مش قد كده. طيب ده في حالة إيه بقى؟ ده في حالة إن الage بتاعه كان أكبر من 18. طالما هو أكبر من 18 يعني راجل شغال، يعني ينفع نسأله السؤال ده. طب لو هو كان أقل من 18 أصلًا، مش أكبر من 18، تطبع له إن أنت لسه شاب younger. طيب تعالَ run كده. بُص قال لك إيه هنا، قال لك enter your age. إيه هي؟ أول حاجة إحنا كاتبينها فوق، هنقول له الage بتاعنا مثلًا وليكن 20. راح قال لك دخّل الsalary بتاعك، هاروح قايل له مثلًا الsalary 7000. راح قال لك إيه الsalary بتاعك كويس. إحنا هنا بقى عايزك تطلع من حاجة، إن أنت ممكن تحط if جوّه if جوّه if جوّه if براحتك خالص، على حسب اللي أنت عايز تنفذه. هنا إحنا كان عندنا حاجة عايزين ناخد من اليوزر نقول له أنت عندك كام سنة، وعلى الأساس ده هنشوف لو هو أقل من 18 يبقى ده غالبًا حد مش شغال، فهنقول له إن أنت لسه شاب مش شغال. طب لو هو كان أكبر من 18 فده غالبًا حد شغال، هنسأله على الsalary بتاعك كام. وهنا هنعمل if condition تانية جوه، الsalary بتاعه لو كان أكبر من 6000 هنقول له إن أنت الsalary بتاعك كويس، الsalary بتاعه لو أقل من 6000 هنقول له إن الsalary بتاعك مش كويس. جميل. دي الفكرة بتاعة الnested if. إيه هي if else جواها if else، حاجات متداخلة، هي اسمها من اسمها كده nested if. if المتداخلة، يعني إيه متداخلة؟ يعني حاجة جواها حاجة، حاجة جواها حاجة. أعتقد الفكرة بسيطة. خلينا بقى نروح على الswitch case. بُص، بيقول لك الsyntax بتاع الswitch إن أنت بتكتب كلمة switch، بعد كده الexpression، بعد كده بتكتب كلمة case، وتحط هنا الvariable ونقطتين، وبعد كده بتنهي الحاجة بbreak. مش فاهم حاجة خالص أنت طبعًا. طيب هنا في مثال أهو، هناخد المثال ده ونروح عندنا إيه، على الcompiler كده، ونبدأ نشوفه مع بعض الكلام على إيه. بُص يا سيدي، أول حاجة خالص الswitch بتعمل إيه، هي نفس شغل الif statement، بس الif statement كنت ممكن تحط فيها range. يعني إيه ممكن تحط فيها range؟ يعني ممكن تقول لو الدرجة بتاعته أكبر من ال50 فده ناجح، أقل من ال50 فده ساقط. لكن في الswitch case أنت ما عندكش غير حالات معينة، هي اسمها أصلًا إيه cases، حالات. أنت عارف الحالات اللي ممكن تطلع كلها. زي هنا مثلًا هو عمل، تعالَ ناخد إحنا ده من الuser أحسن. هو عمل variable اسمه day. حلو، إحنا هنعمل فيه مش واخدين بالنا، ونعمل إيه، هو هنا لو أنت خدت بالك بس المشكلة إن هو بيبدأ من العد من يوم الاثنين. هنستقبل رقم اليوزر، نقول له اليوزر enter day. حلو، هنقول له دخل الرقم بتاع اليوم، بعد كده هنقول له cn، ونحط الرقم اللي ادولنا ده في الفاريبل اللي اسمه day اللي احنا عاملينه فوق. حلو. هنا بقى هو هيعمل إيه؟
انت وليكن دخلت له رقم واحد، حلو، هيجي هنا يشوف، يدخل جوه السويتش كيس، ايه هو الفاريبل اللي احنا على اساسه هنتشيك، هو اللي بيتحط هنا. الفاريبل اللي بيتحط بين القوسين دول هو اللي على اساسه هنقول عليه هو ده اللي ليه حالات. يعني هنا الفاريبل اللي اسمه ده هو اللي ليه حالات. ليه حالات ايه؟ ان هو يبقى الحد، ان هو يبقى الاثنين، ان هو يبقى الثلاث، يبقى الاربع. هل هنا الدنيا مش محكومه؟ لا، هي الدنيا محكومه. احنا عارفين ان الاسبوع فيه 7 ايام، فاحنا عارفين الكيسز بتاعته كلها، هم 7 كيسز، فاحنا عملنا السويتش كيس عشان نقدر نعمل ده. الكيس الاولانيه، لو هو دخل لك ان الدي ده رقم واحد، هتطبع له يوم الاثنين، لان هم الاسبوع عندهم بيبدا من يوم الاثنين. طيب وبعد كده تعمل بريك. ايه لازم البريك دي؟ خلاص احنا خلاص مش هو دخل لك رقم واحد، انت قلت له ان ده يوم الاثنين، خلاص هتطلع بقى توقف بقى الشغل عند ده كله. طيب الكيس التانية، لو دخل لك ان الدي ده كان تاني يوم، كان رقم اتنين، يعني قيمة الدي ده كانت اتنين، هتروح طابع ايه؟ تنفذ اللي جوه هنا اللي هو تيوزداي. طيب بعد كده تقفل خلاص، وهكذا. تعال نجرب. تعال نجرب. رن الكود، وهيطبع لك ايه دلوقتي؟ هيقول لك انتر ذا داي نمبر. هنروح مدخلين له وليكن ايه؟ واحد. المفترض ان واحد ده هيطبع ايه؟ واحد ده هيطبع لك يوم الاثنين. طبع لك يوم الاثنين صح اهو. جميل جميل. طيب الاستراكشر بتاعنا هنا ايه؟ هو 3 حاجات بس. ان انت بتكتب كده اهو دول الكيس واللي هيتعمل وبريك في الاخر. ايه هو الرقم اللي هنا ده؟ ممكن ما يبقاش رقم، ممكن يبقى حرف، على حسب ايه؟ على حسب الفاليو اللي انت بتستقبلها هنا. ليه هنا ده رقم؟ لان انت عامل فاريبل انتجر اصلا، هو هيستقبل قيم انتجر. حلو. تعال نجرب واحده ثانيه. بيقول لك انتر، نقول له 5. قال لك فرايدي، الجمعه. ليه؟ هو رقم 5 عنده بيقول له الكيس ان الدي ده يكون قيمته 5، هتطبع فرايدي، يبقى ده يوم الجمعه. حلو حلو. طب لو احنا شلنا البريك، ايه اللي هيحصل؟ هنشيل البريك خالص كده اللي فيهم كلهم، نشوف الدنيا هتمشي ازاي. في ايه تاني؟ في دي، وفي دي، وفي دي. تعال نرن كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. بيقول لك انتر الدي، هنقول له واحد. بص طبع لك ايه؟ طبع لك اللي عنده كله، مانداي، تيوزداي، وينزداي، كله. طبع لك اللي عنده كله. ليه بقى؟ لان مفيش حاجه هنا وقفته. هو بمجرد ما كونديشن واحد بيتحقق بيروح منفذ الكيسز كلها. ليه؟ لان انت شلت له كلمه بريك، مفيش بريك. تعال نرجع البريك كده. لو البريك رجع تاني، لو بريك رجع تاني، اول ما تقول له واحد هيشتغل طبيعي خالص. واحد اهو. قال لك مانداي. ليه؟ خلاص هو دخل هنا بينفذ جوه، تلاقي كلمه بريك، يعني خلاص خلصنا على كده، اطلع بره. طيب لو انت مركز معايا في الحاجات القديمه هتسالني سؤال. طيب لو اليوزر ما دخلش حاجه من الارقام دي، من الكيسز دي، يعني احنا عندنا ايه؟ كيسز ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7. طب لو ما دخلش حاجه من دي، لو دخل حرف، لو دخل 8، دخل 9، يعمل ايه؟ هنا في حاجه مهمه عندنا، ايه هي؟ هو مش ذاكرها هنا ولا ذاكرها؟ ممكن يكون ذاكرها تحت. اهي بص، الديفولت فاليو. تعالى هنا اهو، تيجي هنا تروح كاتب ايه؟ ديفولت. ايه الديفولت دي؟ في حاله ان ولا كيس من دول اتحققت، اعمل لي هنا. تعالى نكتب هنا مثلا invalid. حلو. وتعالى نرن وندخل له رقم 10. بيقول لك انتر داي نمبر، هنقول له 10. قال لك invalid. ايه؟ طلع بص فوق، هو عنده سويتش. يعني ايه سويتش؟ يعني هتدخل تشوف، اشوف ايه؟ اشوف الفاريبل ده انهي حاله من دول، انهي كيس من دول هي اللي اتحققت. دخل مشي في الكيسز اللي عنده كلها، 1 2 3 4، كل الكيس اللي عنده ما تلاقيش ولا واحده فيهم حققت، راح طبع لك ايه؟ الديفولت. جميل جميل. يبقى احنا عشان تبقى الدنيا تمام معاك، امتى نستخدم الحاجات بتاعت الاف والالس والكلام ده، وامتى نستخدم السويتش. اف والس والحاجات دي لو انت ما فيش حاجه محكومه، يعني انت بتلعب في رينج. لو قلت لك مثلا زي ما قلت المثال اللي قلت لك عليه، لو هو اصغر من ال 50 فده ساقط، اكبر من 50 فده ناجح. هل هنا أنت كنت ممكن تطبّقها؟ مستحيل تطبّقها. أنت كده محتاج تقول لو جاب 1 يبقى ناجح، يبقى ساقط، 2 3 4، تعد من 1 لحد 50 عشان ده يبقى ساقط، من 50 لحد 100 عشان ده يبقى ناجح. ولو دخل لك 1.5 مش هتنفع، هيبقى هتطلّع له error. فاهمني؟ فأنت ما بتستخدمش الswitch إلا لو عندك cases معيّنة، زي ما قُلنا هنا بتاعة أيام الأسابيع. أنت ما عندكش غير في أيام الأسبوع غير هم 7 أيام معروفين.
هم 7 cases، يا إما يدخّلك حاجة منهم، لو ما دخلش حاجة منهم في عندك default value بتبعتها له. كده إحنا خلّصنا الcontrol statement الخاصين باللي هو الcondition، اللي هو أنت على أساس الcondition بتcheck تشوف الcondition ده صح اعمل كذا، مش صح اعمل كذا. الفيديوهات اللي جاية بقى مهمة جدًا، جدًا، جدًا إن شاء الله. هنعمل فيها إيه؟ هنبدأ نمسك مسائل ومشاكل ونشوف هنحلها إزاي باستخدام الswitch والif والif else والnested if والكلام ده كله. يالّا أشوفك الفيديو الجاي.